نظن بانه النظام المغربي واخا تكون عليه ضغوطات وموازين القوى ليست في صالحه، يمكن له ان يستقوي بشعبه. هذا الشعب باغي الوحده الترابيه، هذا الشعب باغي السلم، هذا الشعب ما باغيش الحروب وما غاديش تمشي. شكون اللي غادي يدينا للحروب بززنا؟ حنا في المغرب دابا حنا بغينا غير نناقشوا ايران كذا، كنبغيو نناقشوا غير شي حويجات. جميع الاوصاف القدحيه، لا الصحفيين لا الحقوقيين، لماذا كيبغي تفرض واحد الصوت واحد والصمت؟ هل يخدمون هذا الاسلوب؟ مثلا غير تهضر طوابريه الخونه لانه الخوف، وحنا ما واخدين لا حرب لا والو، ولكن في دول اخرى عندهم الحرب وكيهضروا. علاش حنا لا يسمح لنا بالكلام؟ اولا راك ماشي غير لا يسمح لنا بالكلام، كاين اليوم حتى تراجع على الحقوق على الحريات بالقانون. يعني على مستوى البرلمان هذا الشيء اللي خرجوا من تشريعات للحد من العمل ديال المجتمع المدني. شفتوا الجمعيات ديال اللي كتبلغ على النهب ديال المال العام والفساد وكذا كذا. الماده 3 الماده 7 تقييد ديال الدور ديال النيابه العامه كذلك، يعني باش ما تبلغش خصها هيئات اخرى كذا كذا. شفنا كذلك هذه الحكومه كتهاجم عبر وزيرها ديال العدل، كتهاجم حتى الهيئات الدستوريه.